بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي، أتمنى تكونون بألف خير. اليوم حبيت أشارككم بوصفة خبز بطحين اللوز اللي كثير من الناس ما تنجح عندهم. أنصحكم تشوفون هذه الطريقة وتجربوها. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا. كوب من طحين اللوز ضفت عليه ربع كوب من قشور السيليليوم أو ما يسمى ببذور القاطونة. نفس الاسم تلقوها عند أي يعني العطارين يبيعون من عندها موجودة. حطيت عليهم تقريبا نص ملعقة كوب من بيكنج باودر، وهذه أعتبرها اختيارية لأنه أنا حتى لما ما ضفت بيكنج باودر أعطتني نفس النتيجة. رشة ملح أكيد، ونخلط المكونات الجافة. الماء لازم يكون ساخن جدا. أبدي أضيفه بالتدريج، يعني لا تضيفونه دفعة واحدة لأنه احتمال يعني العجينة تخرب عندكم، فشوي شوي نضيفه ونحركه بالملعقة أكيد لأنه مثل ما قلت لكم الماء ساخن. لحد ما نحصل على عجينة طرية، لكن لا هي تلتصق جدا ولينة جدا، ولا هي جافة أو يابسة، يعني ما بين وبين. وهسه تشوفون النتيجة النهائية. لاحظوا أصدقائي هذه العجينة بهذا الشكل. طبعا تانيتها شوي تدفى وعجنتها بإيدي بهالطريقة هذه حتى أراويكم القوام مالتها. شوفوا يا بنات، هذه الطريقة مالتها، وصدقوني سهلة جدا سهلة، لا تستصعبوها أبدا. أنا أيضا فشلت عندي يعني كم مرة، لكن الحمد لله وصلت إلى نتيجة. هنا كورت العجين أكيد وتركته 10 دقائق إلى ربع ساعة يرتاح شوية، غطيته. وهنا أهم خطوة اللي خليت ورق الزبدة دهنته شوية بزيت زيتون. وطبعا ضروري استخدام الزيت، سواء زيت زيتون أو غيره ماكو مشكلة، لكن ضروري استخدامه حتى لا تلتصق العجينة بسطح العمل. فطبيعي يعني مثل الخبز العادي، لكن فتحته بورق الزبدة بهذه الطريقة. شوفوا، ولما أشيلها يعني على مهل. الورقة مالت الزبدة اللي خليتها فوق العجينة أيضا دهنتها بزيت زيتون، يعني مو فقط اللي تحت العجينة. بهالطريقة أنا أحدد شكل الخبز، يعني تقدرون بكاسة أو بماعون عادي، لكن أنا يعني أقصها بملعقة وأحدد الشكل. هذه فتحت واحدة ثانية بس توضيح الطريقة حتى تكون واضحة عندكم بهذا الشكل. شوفوا أصدقائي، شوفوا يا بنات، حتى لو تلتصق شوية ماكو أي مشكلة، عادي. احنا مثل ما قلت لكم نقدر نحدد الشكل بهذه الطريقة السهلة. وطبعا نشيل الزوائد اللي هي راح استفاد منها بخبزة ثانية. يعني هذه كلها شغلات روتينية احنا نعرفها بكل الطرق مالت الخبز. وحتى أراويكم العجينة شلون سهلة، فقط بهالطريقة أقدر أشيلها من ورق الزبدة. وشوفوا هذا شكل الخبزة أو العجينة قبل لا أخليها على الطبخ. وكالعادة سخنت التبسي اللي هو خاص للخبز فقط، وما استخدمه لأي شيء ثاني حتى لا يلتصق. وخليت بيه الخبز. طبعا هنا بما أن الخبز مو حجمه مو كلش كبير،
فاستوعب لي خبزتين تقريبا. شوفوا هذا الشكل، بس أضغط عليه شوية بالملعقة بعد ما أقلبها. طبعا تستوي طبعا بسرعة، ما يحتاج لها وقت طويل. بهذا الشكل وبسهولة وببساطة، خبز صحي خالي من الجلوتين، حتى كيتو. وتقدرون تطحنون اللوز بالبيت. وهذا الشكل النهائي للخبز، مشبع جدا، يعني خبزة صغيرة ممكن تشبعكم. شوفوا شلون ترفه، وتقدرون تحفظوها بالفريز بكل سهولة. أتمنى تجربون الوصفة، وأتمنى تشاركونا بتعليقاتكم وتشجعونا حتى نكمل وياكم بالوصفات ونستفاد إحنا وإنتو إن شاء الله تعالى. ومع السلامة.